هقول لكم ازاي ممكن تحوشوا كنز في 10 دقايق بس في السنة كلها. الكنز ده هو عبارة عن جزء منكم، هو اغلى من الفلوس وبكتير جدا جدا. احنا اصلا في العادي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذكريات، عبارة عن احداث، دروس بنتعلمها، مواقف بتعدي وبتعلم جوانا. بس احنا مع الوقت ممكن ننسى الدروس دي. هنعمل ايه عشان نفضل فاكرين ده؟ كل عيد ميلادنا مع اول السنة نجيب كراسة زي دي كده ونكتب فيها يوم عيد ميلادنا نفسه، اللي هو مثلا انا عيد ميلادي 5/3، اروح كاتبه 5/3 واكتب السنه جنبها. وبعدين بعمل ايه؟ بكتب بقى في السنه دي الدروس اللي انا اتعلمتها، المواقف اللي فرقت معايا قوي، لو في حاجه صعبه حدث حصلت في السنه دي انا بكتبها، لو في حاجه حلوه انا بكتبها، لو في سفريه انا بكتبها. بس وبسيب الكراسه دي ما برجع لهاش تاني خالص غير السنه اللي بعدها يوم 5/3 برضو بفتح الكراسه وبكتب فيها نفس الحاجات. والسنه اللي بعدها 5/3 افتح واكتب نفس الحاجات. والله يا جماعة بعد حوالي 5 6 10 سنين الكراسة دي هتبقى كنز. أنا لما بقرأ الحاجات اللي أنا كاتباها من السنين اللي فاتت والله ببقى ناسية، ولما بقراها بحس يا صح أنا الحاجة دي فرقت معايا، صح أنا اتعلمت كذا. بتحس إن أنت بتسلم على نفسك من السنين اللي فاتت، وبتفتكر نفسك كانت عاملة إزاي، وطريقة بقى كلامك مع نفسك. فاعملوا العادة دي وصدقوني مش هتندموا، مش محتاجين حاجة خالص غير إن أنتوا تجيبوا كراسة زي دي، نوت بوك حلوة عجباكم، حطوها في الدرج، وعيد ميلادكم افتحوها 10 دقايق بس كل سنة اكتبوا فيها زي ما انا ما قلت لكم. صدقوني صدقوني هتفرق معاكم. قولوا لي مين عجبته الفكرة وناوي ان هو ينفذها.